نبتة متوفرة عندكم، لها خصائص رائعة جدا، رخيصة الثمن، بتساعد قرحة المعدة، بتساعد بجرثومة المعدة، بقضاء على جرثومة المعدة، حتى المصابين بالسرطان، بتحسن البشرة، بتقضي على الصدفية والبهاق، حتى التقرحات اللي بالفم، بتساعد الجهاز الهضمي. إلها يعني فوائد كثيرة، ولكن نتجنبها للي عنده أمراض بالكلى، اللي عنده نقص بوتاسيوم، اللي بأخذ أدوية مسيلة، أو أمراض بالقلب يتجنبها بسيط جدا. عرفتوها هاي النبتة؟ هي العرقسوس. العرقسوس بصراحة من الإعجازات الموجودة. طبعا أصل العرقسوس من الصين، ولكن متوفرة بمحلات عطارة، متوفرة بكل مكان، وطعمها طيب جدا. لذلك دخلوها على نظامكم الغذائي. لا بأس إذا كل أسبوع نأخذ لنا هيك مرة جذور عرقسوس، رائعة جدا بالفعل، نصيحة وطعمها طيب. ارجعوا لغذائكم، لأنه دوائك في غذائك. نسيت أهم فائدة، اللي هي بتقلل التوتر والإجهاد. إذا كان عندك توتر أو إجهاد وأخذت عرقسوس بيرجع وضعك طبيعي، لأنها بتنظم هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون الإجهاد. مثل العادة، اللي حاب يشترك ببرنامج التخلص من الكبد الدهنية موجود هون تحت إصبع الرابط، الله يسلمكم. باقي يوم واحد بسعر $5 فقط، 20 ريال، تحصلوا على برنامج غذائي، شو الممنوع وشو المسموح وبعض الوصفات، وليش نصاب بالكبد الدهنية، وشو المكملات اللي لازم نعملها، شو الأدوية، شو التصرفات اللي بتخلصنا بالفعل من الكبد الدهنية، وبالتالي بنتخلص من معظم الأمراض اللي ذكرناها، حوالي 10 أو 12 سبب بناء عليها لازم نحصل على البرنامج التخلص من الكبد الدهنية. برجع بقول فوتوا هون أو فوتوا على السلاسل واختاروا برنامج الكبد الدهنية، والله يوفق الجميع يا رب.